يا صباح الورد والياسمين على عيونكم، احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم في روتين خفيف ولطيف كده مع بعض. طبعا اولادنا حبايبنا نزلوا على المدرسه، يرجعوا لنا بالف سلامه ان شاء الله. عايزه اقول لكم الاجازه خلصت بسرعه قوي، وادي كمان اول اسبوع في العام الدراسي عدى بسرعه هو كمان. يعني عايزه اقول لكم سنه 2024 دي عدت بسرعه عجيبه جدا. احنا خلاص اهو كلها كام شهر ونودعها. طيب مين زي كده حس ان 2024 عدت بسرعه قوي؟ محسناش بيها على فكره. عموما هي ايام بتعدي وبتجري من عمرنا. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. طبعا في مننا كأمهات بعد ما أولادهم بينزلوا المدرسة بيحبوا يريحوا كام ساعة قبل ما أولادهم يرجعوا يعني من المدرسة. بس عايزة أقولك اليوم بتاعك كده بيضيع وعن تجربة. وفي اللي بتبدأ يومها من بعد ما الأولاد ينزلوا، وبتبتدي تشوف شقتها وأي حاجة وراها، وده الأحسن. طبعا اليوم بيبقى كله بركة وبتقدري تخلصي اللي وراكي وتجهزي الغدا وتجهزي كل حاجة قبل ما يرجعوا، علشان لو وراهم دروس أو وراهم مذاكرة أو واجبات بتكوني مفضية نفسك ليهم. وده بيبقى افضل احسن من انك تنامي ولما يرجعوا تعملي ايه اللي وراكي. فجربي كده، واول ما الاولاد ينزلوا ابتدي يومك بدري خلصي كل اللي وراكي، وصدقيني هيفرق معاكي. تعالوا يا حلوين واحنا مع بعض كده. هتكلم معاكم النهاردة عن فضل سورة البقرة، وازاي هتغير حياتك بطريقة ترضي الله ورسوله وترضي انتي عنها، وتعيشي مرتاحة البال ومرتاحة نفسيا واعصابك هادية، وكمان راضية عن كل حاجة حتى لو عندك ابتلاءات او هموم او مشاكل في الحياة. بصوا يا جماعة، والله انا لو قعدت في فيديو او 2 او 3 او 4 اتكلم عن سورة البقرة وازاي هتأثر فيكي وفي حياتك، مش هيقضيني فعلا سلسلة فيديوهات. فيلا بينا واحنا صاحيين كده بدري وكلنا نشاط نلف في الشقة كده، نعمل روتين خفيف مش عميق طبعا، لان انت طول ما ايدك في الشقة على طول مش هتحسي انها بتتبهدل خالص. فهنلف كده نعمل روتين خفيف مع بعض. بس قبل ما نبدأ وكالعادة نصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تدعموني باللايك الجميل والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وأحلى إخوات في الدنيا، ولو أول مرة تزوريني اعملي لفة كده بسيطة في القناة وإن شاء الله هتعجبك. بصي حبيبة قلبي، احنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم السحرة. واحنا عارفين ان في قصص كتير وردت ان في ناس او بعض من الناس السحرة ما قدروش يعملوا لهم اسحار وتأثر فيهم، والسبب انهم كانوا بيقرأوا سورة البقرة ومواظبين عليها. فعلا لا تستطيعها البطلة. ودي حاجة مهمة قوي قوي في الزمن اللي احنا موجودين فيه ده، لان السحر بقى اقرب حاجة للناس بتأذي بعضها بيه. وبقى موجود في اماكن كتير قوي وبيوت كتير. عايزة اقول لكم كمان ان الحسد والسحر كتروا جدا في حياتنا. طيب اللي عايزة اقولهولك واوضحهولك في الفيديو بتاعنا ان في ناس كتير مننا ما جربوش سورة البقرة، او يعني قروها مرة وخلاص، مش مواظبين عليها، ما اخدوش ثمرتها في حياتهم. عايزة احفزك اكتر واعرفك بناس وما فعلته سورة البقرة في حياتهم. هقولك دلوقتي ازاي سورة البقرة اثرت فيهم، وازاي وكل واحد فيهم شرح بطريقة معينة البركة والخير اللي عاد عليه من المواظبة على سورة البقرة. ما هو اخذها بركة يا جماعة، كما قال رسولنا الكريم: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبركة دي معناها شامل. طيب هقولك على أقل حاجة إن في حد أو أحد الشيوخ بيقول سورة البقرة كأنك كنت ترتدي نظارة عليها غبار وخلعت هذه النظارة.
يعني سورة البقرة هتخلينا نشوف حقيقة البشر اللي حوالينا، هيقرب مننا أشخاص وهيبعد الله عننا أشخاص، ودي أكتر حاجة يا جماعة من الحاجات اللي الناس بدأوا يلاحظوها. طب في حد هيقولي أنا قرأت سورة البقرة وحصلت معايا مشاكل كتير في حياتي. هي ايه المشاكل دي؟ ما هي المشاكل دي علشان بيبدأ يتفلتر ناس من حياتك، بتبدأ تنكشف لك حاجات كانت مدفونة تحت كده، وابتدت تطفو على السطح، فلم او تطلع على السطح. فلما طلعت على السطح المشاكل دي فبتبتدي تتخلصي منها، وبتبدأ حياتك تستقر بعدها مباشرة. فهتستغربوا لو قلتلكم ان المشاكل دي بداية للاستقرار في حياتك. بس الشيطان بيوسوسلك اول لما بتحصل المشاكل، فبتقول ستوب بقى، دي سورة البقرة دي عملت لي ايه؟ ده انا حياتي اتقلبت مع اني بقت كلها مشاكل، مع اني لو مشيتي في الطريق وكملتي للاخر هتلاقي ان المشاكل هي طريق الاستقرار. فلترت الناس المؤذية اللي بتعمل لك مشاكل هيبقى نتيجتها استقرار وراحة. تعالوا دلوقتي أقول لكم على أمثلة حقيقية من المداومة على سورة البقرة. واحدة بتقول أنا ليا سنين مداومة على سورة البقرة، أقسم بالله العظيم إنه ما يجي على بالي شيء إلا ويكون عندي، وبحس براحة عجيبة، وربنا مسخر لي ناس منين معرفش، ومنين ما أروح تتفتح لي الأبواب، غير الراحة والفرحة اللي أنا فيها على طول، والراحة النفسية اللي ملازماني. عايزة أقول لكم دي برضو من ثمرات قراءة سورة البقرة. في ناس هتقولي طيب هي سورة البقرة بس هي اللي في القرآن كله؟ هقولك لا طبعا، جميع آيات القرآن الكريم نور وهداية، جميع آيات القرآن الكريم شفاء ورحمة، فاوعي تقصري في الكل. هي سورة البقرة فعلا ورد فيها حديث صحيح، ولما بتكلم عن سورة البقرة لأنها بتمس حاجة معينة، إن رسولنا الكريم قال عنها في الحديث إيه؟ ولا تستطيعها البطلة. وناس كتير تتكلم وتقول أنا حياتي اتغيرت بعد المداومة عليها، ومن فينا اليومين دول حياته ما فيهاش حسد، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش سحر. كل ده كتر، ربنا يعفو عنا جميعا. فاحنا بنوضح ان الصورة دي المواظبة عليها بيؤدي الى الراحة النفسية وازالة كل الهموم اللي انا قلتها دلوقتي. وبرضو علشان احفزك واعرفك على ثمرات سورة البقرة، سورة البقرة دي شيء عجيب وخاصة للناس اللي حياتهم راكدة، اللي هم عندهم توقف وتعطيل في حياتهم، وكل حاجة ما بتكملش. على سبيل المثال عندك مشروع ما بيكملش، عندك حاجة عايزة تشتريها وما بتمشيش، الاتفاق بيقف عليها، عندك كل حاجة متعثرة، حتى لو عايزة تلتزمي دينيا ما بتبدأيش. سورة البقرة من الحاجات اللي بتديلك البركة في كل حاجة، فبتكمل. وكمان في ناس كتير عندها تأخر في الحمل، عندها تأخر في الزواج، وبسبب المداومة على سورة البقرة رزقوا والحمد لله، لأن دول أكتر حاجتين بيتعطلوا بسبب السحر أو الحسد. فلما بتقرأي سورة البقرة كل ده الحمد لله بيتحل، فعلا لا يستطيعها البطلة. تمام، في حد هيقولي أنا وقتي ضيق جدا ومش فاضية ومش هقدر أقرأها يوميا، مع إن والله لو ساعة بس واحدة هتخلصيها. طيب يا ست الكل هقولك اقريها كل 3 ايام مرة، مش هتاخد منك الا ساعة او ساعة الا 10 دقايق. هي مش حاجة الساعة دي، ياما بنضيع من وقتنا اوقات كتير في حاجات تافهة وملهاش لازمة. ابسط الامثلة، لو في مسلسل شغال بالساعة اكيد بنقعد له، برنامج ملوش لازمة، خروجه او ولا مناسبة ولا فرح بنقعد بالساعات، فمش هتيجي يعني على الساعة دي اللي هنقضيها في قراءة القرآن ونقول لا ما عندناش وقت. وفي برضو في حد هيقولي ينفع اقرأ القرآن او سورة معينة في القرآن لنية معينة؟ شوفوا انا بقرأ كل الاسئلة اللي جواكم اهو علشان تعرفوا انكم حبايبي قد ايه، وعارفة انتم عايزين تقولوا ايه. بصي هقولك على المفيد، اجعلي نيتك لله سبحانه وتعالى وقرب ليه،
واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزة أقولك إن في حد أعرفه شخصيا داومت على قراءة سورة البقرة، وكانت عايزة إن ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، لأن بقالها كتير يعني متزوجة وربنا ما رزقهاش بالذرية، ولدرجة إن جوزها يعني عايز يتزوج عليها، فداومت على قراءة سورة البقرة مع كثرة الاستغفار والصلاة على النبي وإصلاح نيتها لله عز وجل. ربنا كرمها وحملت ورزقت ببنوتة جميلة. فعلا إصلاح النية واليقين في الله ثم الأخذ بالأسباب. بص حبايب قلبي، الغرض من اني اكلمكم في الموضوع ده واقول لكم على بعض الامثله والاثر من المداومه على قراءه سوره البقره. هي طبعا مش تجارب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال او اذا ورد في القران ايه فهي ليست مجال للتجربه خالص. هو احنا بنلاقي اثر الحاجة وبنشرحها للناس علشان يتحفزوا ويتشجعوا ويعرفوا ان القرآن بركة. وبسبب المشاكل والضغوطات ضغوطات الحياة والمسؤوليات الكتير مننا هاجر القرآن إلا من رحم ربي. هنلاقي إن المصحف كتير مننا ما بيمسكوش ويقرأ فيه إلا في شهر رمضان فقط. فعلشان كده من الفيديو ده عايزة أحفزكم أكتر وأشجعكم إننا نرجع للمصحف وقراءة القرآن والثقة واليقين وإصلاح النية لله سبحانه وتعالى. سورة البقرة هي راحة نفسية وطمأنينة مهما جت علينا من هموم، والرزق والحفظ من الشيطان والرضا. بصوا، أصل سورة البقرة دي بتحفظك من الشيطان، وعايزة أقولك على الأسرار من وراء قراءة سورة البقرة دي. ليه احنا بيحصل لنا خير وبركة ورزق وحصن من الشيطان، وايه اللي بيخلينا ما نرضاش ويخلينا نسخط ويخلي الشيطان يغلبنا في وقت المشاكل. ما هو الشيطان لما بيغلبنا في وقت المشاكل والصدمات لقى بقى مادة يشتغل عليها، الصدمات اللي بتقابلنا والمشاكل الصعبة اللي في حياتنا، يقعد يوسوس لينا بالسخط وعدم الصبر وعدم الرضا والندم والهموم والتذمر. فأنا بقرأ سورة البقرة فأنا في حرز من الشيطان. فعلا هي سورة الحياة والإحياء بعد الركود والتعطيل والخمول والكسل، هي سورة المعجزات. ويكفي يا جماعة إنها تحتوي على آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة اللي من قرأها في يومه أو في ليلته كفتاه. يلا يا بنات ويا ست الكل، انتي وهي، انا حابة تقومي من الغفلة ومن الهموم اللي انتي فيها، حابة تقومي من المشاكل وضيق الرزق والحسد اللي مالي حياتك. وعلى قد ما هتلاقي حواجز ومشاكل وهيمنعك الشيطان على فكرة من قراءتها وهيمنعك من المداومة عليها، بس هتلاقي خير وبركة كتير ورزق كتير وحياتك هتتغير 180 درجة. ده لو غلبتي وداومتي عليها وقلتي له أنا أقوى منك بقراءة القرآن الكريم. يا رب أكون حفزتك ونورت بصيرتك لحاجة تفرحك وتخلي حياتك أفضل بإذن الله، ويكون فيديو مفيد وتشجيعي ومحفز. أنا هنا كنت خلاص خلصت الحمد لله وجهزت كمان الغدا، عملت أحلى طبق كشري مصري أصيل يستاهل بقكم، الأكلات الشعبية المصرية الأصيلة. بالهنا والشفا. ما تنسوش فضلا وليس أمرا اللايك الجميل، ولو أول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك فيها وفعلي زر الجرس ودوسي على علامة الكل علشان يوصلك كل جديد. في رعاية الله، مع السلامة.